السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم من قناتكم هنجيب لكم العالم وانت في بيتك. النهاردة ان شاء الله رب العالمين هنقول لكم فين وجبات السبيل، وفين انت لو عاوز تتبرع بوجبات سبيل، والوجبة عبارة عن ايه ومكانها فين بالظبط. لو عجبك الفيديو ان شاء الله ما تنساش الاشتراك والكومنت واللايك والمتابعة. دلوقتي يا جماعة احنا حاليا هنمشي لك بالتفصيل من قدام برج الساعة. هنمشي لك المكان بالظبط اللي انت تاخد منه وجبات السبيل، وهنوري لك المكان بالظبط والوجبة بتتكون من ايه. تمام، زي ما انتم شايفين اهو ادي برج الساعة على شمالنا. تمام، هنمشي طوالي اهوت هنلاقي مصرف الرقحي وكنتاكي، هو الشارع اللي بعد مصرف الرقحي وبعد كنتاكي. احنا ماشيين دلوقتي واحدة واحدة بالتفصيل عشان نوريك المكان فين بالظبط. تمام. طيب، في ناس كتيرة جدا بتكون مثلا محتاج ان هي عندها مثلا ندر مثلا، او عندها حلفان، او عاوزة تتصدق. المكان ده برضك بيتيح الكلام ده، بيتيح الكلام دوت ازاي؟ انت بتدخل للمحل، بتقول له والله انا عاوز 50 وجبة، 30 وجبة، 20 وجبة، 10 وجبات، ايا كان الوجبات اللي انت عاوزها. تمام، فانت دلوقتي بتاخد الوجبات دي وبتوزعها، يا اما هو بيوزعها لك. فديت الصدقة. الصدقة ديت مين ياخد منها؟ الفقير، الغني، أي حد يا جماعة متاح إن هو ياخد من الصدقة ديت. تمام. فإذا أنت لو أنت عاوز تتصدق في الحرم، أنت دلوقتي المكان اللي أنا هوريك دوت بيكون فيه ناس كتيرة جدا جدا واقفين طوابير عشان خاطر يعملوا إيه؟ عشان خاطر ياخدوا الوجبة دي. فأنت لو عاوز تصدق في الحرم، ممكن أنت تعمل إيه؟ تدفع حق الوجبات وتاخدها، يا إما يوزعوها. ده حاجة. انت دلوقتي مثلا عاوز وجبات سبيل، عاوز تاخد وجبات سبيل عادي يعني. هو العملية مثلا ايه؟ مش شرط انت لازم تكون فقير عشان تاخد وجبة السبيل، لا عادي. تمام. فربنا يا رب يكرم ويبارك ان شاء الله. زي ما احنا شايفين اهو. تمام. دوت الممر اللي هو هيودي للمطعم اللي بيدي وجبات سبيل، او المطعم اللي انت عاوز تطلع صدقة، صدقة بأي نية. وأحسن طبعا الصدقات بيكون في الحرم الشريف يعني، والله أعلم يعني في ذلك يعني. زي ما احنا شايفين اهو بالظبط، احنا بنجيب لكم المكان بالظبط عشان خاطر ما تتوهش يعني. في الجهة المقابلة هتلاقي بوابة 79 اهي. تمام. ادي يا جماعة بدأ الطابور يبان. ادي صيدلية النهدي يا جماعة اهي. وفي في حاجتين. في زي ما قلنا اهوت البوابة 79 في وشها على طول. تمام. عند صيدلية النهدي. تمام. انت في حاجتين، في ممر للحريم وممر للرجال ان شاء الله. تمام. انت حلاوة الموضوع ايه؟ ان انت بتقف. تمام. لو عاوز تاخد وجبة بتاكل. تمام. انت لسه ما شبعتش، بتروح تقف في الطابور تاني وتاخد وجبات تاني. تمام. يعني الحمد لله، وربنا يا رب يبارك في البلد، في المملكة العربية السعودية، ويبارك في اي حد يعمل خير. دي هنا الناس اصلا واقفين. تمام. مستنيين ان هم يطلعوا من الطابور. تمام، عشان ياخدوا الوجبه. وانا هوريكم الوجبه عباره عن ايه بالظبط بالتفصيل ان شاء الله يعني. هوريكم الوجبه عباره عن ايه بالظبط. ايه هو ده ممر الرجال، ومن الناحيه التانيه ممر النساء. تمام، اللي هي الجزئيه ديت ممر النساء. على اليمين هتلاقي النساء، وهنا هوت هتلاقي الرجال. المكان فين بالظبط؟ المكان الشارع اللي جوه جنب صيدلية النهدي. يا جماعة، وإن شاء الله رب العالمين ربنا إيه يكرمنا جميعا ويوفقكم. وزي ما بقول تاني وبرجع بقول تاني، وجبات السبيل ديت بتكون متاحة لأي حد، لأنها صدقة. وأنت لو عاوز تعمل خير وصدقة، بتروح للمحل بتقول له خد الفلوس دي، اديني الوجبات. الوجبات تقريبا بتكون في رينج كام؟ الوجبات يا جماعه بتكون في وجبات بتبتدي من 10 ريال،
في وجبات بتبتدي ب12 ريال. لو انت عاوز تتصدق، مش عاوز تصدق، هتقف في الطابور وهتاخد وجبة. تمام. وانا برضك هبعت لكم المنيو واوريكم المنيو اللي بيتيح دي، عشان برضك ببين لك هنا في دورات مياه رقم 6، وان هو جنب سيدة النهدي مباشرة. تمام. ده المكان يا جماعة، انا معاكم بالتفصيل ان شاء الله رب العالمين. بس هو الطابور ايه، يعني ساعات بيكون طويل شوية وساعات ما بيكونش طويل، على حسب الايه يعني كمية الناس اللي بتاخد. ديت الوجبة يا جماعة بتكون عبارة عن ايه، بتكون عبارة عن طبق رز مندي، معاه ربع فرخة صدر او ورك، زائد واحد عصير. دي يا جماعة تقريبا لو انت عاوز تشتريها ب10 ريال تصدق بيها. لو انت حابب تقف في الطابور وتاخد الوجبة دي، الوجبة يعني ربنا رب يجعله في ميزان حسنات اي حد يعمل خير ان شاء الله رب العالمين. وزي ما انتم شايفين هو بقى ادي يا جماعة البوكسات الكتيرة جدا اللي فيها الوجبات، وادي الصف اللي هو هيوصل له عشان تاخد الوجبة. فان شاء الله ربنا يكرمك. وادي اسم المطعم. طبعا احنا مشينا في الطابور ده كله، تمام، ودخلنا يمين، وادي المكان اللي هو هنا، وفي حد هنا واقف بيفرق الوجبات. تمام. وهوريكم اسم المطعم دلوقتي. وزي ما بقول وبكرر، انت دلوقتي لو عاوز تتصدق تدخل جوه المحل وتقول له انا عاوز اتصدق بكام الوجبه، ب10 ريال، وفي حاجات ب12 ريال. ام 12 ريال دي بتكون زياده ميه وتمر. لو انت عاوز تتصدق، بس دي انا شايف ان افضل وجبه اللي هي ربع فرخه مع الرز، بيكون رز مندي وواحد عصير، بتكون ب10 ريال. وانت يا اما متاح ليك ان انت بتتصدق بيهم وبتوزعهم على الناس ان هوت، يا اما انت بتديها للراجل واقف بتقول له والله وزعها لي. فده كان المكان بالظبط اللي انت تقدر يا اما تاخد وجبات سبيل، وجبات من غير فلوس، يا اما وديت زي ما قلنا انت فقير غني اقف عادي في الطابور لو انت حابب تاخد وجبة. تمام، دي صدقة. يا اما انت بتدفع وجبة السبيل، تمام، وبتاخد الوجبة. المكان ده يا جماعة بيقفل تقريبا على الساعة 1 بالليل تقريبا يعني. فربنا يا رب يكرم الجميع ويوفق الجميع. وانا حبيت بس اوريكم ال الفيديوهات، المكان، عشان في ناس كتير جدا سألتني قالت لي في الحرم وجبات. قلت لهم يا جماعة وفي اماكن تانية، بس دوت من الاماكن اللي هي مشهورة جدا، اللي انت بتصدق او بتاخد وجبة سبيل فيها. ربنا يا رب يكرمكم جميعا. لو عجبكم الاشتراك في القناة وكومنت عشان يوصل لأكتر عدد. وشكرا جدا ليكم. ان شاء الله هبعت لكم المنيو ان شاء الله رب العالمين، عشان اللي حابب يتصدق او يعمل عمل خير يعرف المكان فين ويروح. وربنا ييسر للجميع جميعا ان شاء الله. الاكل طبعا بيكون سخن حلو، وربنا رب يكرم امة محمد يعني. ما تنسوناش بالله عليكم من دعواتكم، وادعوا لنا كده وادعوا للمسلمين. ورب يكرم كل حد شاف الفيديو ان شاء الله رب العالمين ان هو يعمل عمره ويحج باذن الله.